ورغم ذلك انا مش ضد بيعه، عشان احنا محتاجين كل جنيه. حتى بزيرها نفسي يجي له عرض من الخليج ب 6 7 مليون دولار كده ونبيعه. احنا محتاجين كل جنيه، لازم ننزل على ارض الواقع. انزل دلوقتي بقى، خلاص من كونك نادي كبير لا انت في ازمه، فمفيش مشكله، بس تكون حاطط شروط هتعمل ايه بفلوس الصفقه، عشان هي عمرها ما هتكون حل، هي مسكنات. بيراميدز مشتري اخر 6 شهور في عقد حامد حمدان بمليون دولار، وانت بايع مصطفى شلبي الموسم اللي فات ب 35 وسيد نيمار ب 30 اعتقد، والاهلي جايب الجزار ب 60 مليون. فانت بقى عايز انت تبيع لي ناصر ب 50 مليون بس؟ اقسم بالله لو احنا قعدنا واتكلمنا في اقل من مليون ونص او 2 مليون دولار احنا بنهزر. ولكن تاني هرجع واقول لك هتعمل ايه بفلوس الصفقه؟ هزود عليهم واحل مشكله النادي، ولا هوزعهم على مستحقات 3 4 لعيبه واسيب الباقي، واللي ما خدش هيبص للي خد زي ما بيحصل حاليا مع الاجانب؟ اللعيبه المصريه بتقول لك اشمعنى هما بياخدوا، هما مبدئيا انت معكش فلوس ان انت تعوضه او تجيب لعيبه احلى منه او زيه حتى، عشان ما فيش فلوس. فانت هم كده بتفضي الفرقه من نجومها بلا هدف.